السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني المحترمين، أعزائي الكرام، إخواتي اللي غاليين عليا والله بجد، ربنا يا رب يبارك لكم. لو أول مرة بتشوفوا قناتي بتدخلوا قناتي، لو عجبكم الفيديو متنسوش بالشير والاشتراك واللايك في القناة، ما عجبكوش الفيديو ديسلايك موجود. اختلافنا في الرأي لا يفسد للود قضية. فيديو النهاردة جديد جدا، محتوى غير محتوى خالص عن مدام هناء. نبعد بقى شوية كده ونبتدي بقى ننوع في القناة عندنا. بصوا يا جماعة، الأول كده أنا عايزة أتكلم من قبل ما تبتدي طبعا الفيديو، نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول صلى الله عليه وسلم. معايا النهاردة موضوع النهاردة مهم جدا جدا، ممكن يكون بقاله فترة كده شاغل اليوتيوب. الموضوع اللي جاي اتكلم معاكم فيه النهارده هو ابو زياد. ابو زياد كلنا عارفين مين طبعا. ابو زياد بقاله حوالي 4 5 شهور كان مختفي تماما عن اليوتيوب، تعرض للقيل والقال، يا ترى راح فين، يا ترى اتجوز، يا ترى سافر، يا ترى هرب، يا ترى اتسجن، يا ترى. ابتدت طبعا الناس تدور وتشوف فين ابو زياد، ابتدوا الناس يتواصلوا معاه عشان خاطر في اخيرا بعد 4 5 شهور ظهر تاني ابو زياد تاني على اليوتيوب على القناة عنده. وكان طلع طبعا الاول وضح سبب غيابه ايه، قالك ان الست والدته كانت تعبانة شوية، قال امي ثم امي ثم امي، ولازم اقعد تحت رجلين امي، وما كانش ينفع ان انا اطلع في الفترة اللي هي كانت تعبانة فيها ديت. احييه بصراحة على حاجة زي كده، طبعا دي حاجة جميلة جدا جدا. الواحد لما يكون قاعد تحت رجلين امه فدي بتبقى يعني الرضا بيبقى باين على وشه. ده بصراحة برضو اللي انا بلاحظه على ابو زياد. طلع بعد كده ابو زياد ابتدى يحضر مفاجأة جديدة ومشروع جديد وحاجة جديدة تاني على المتابعين، وقال ان الحاجة ديت مش هتبقى ليه هو بس، حاجة هتفرحكوا قبل ما تفرحني انا. وعجبني جدا 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 كلام ابو زيد لما طلع برضو وقال لك ان اي يوتيوبر عايز يجي يصور في المكان هنا عندي يجي ويصور، وساب بقى المتابعين يضربوا اخماس في اسداس عشان خاطر يتوقعوا ايه المشروع اللي ممكن يعمله. كلنا شفنا المحل اللي هو جايبه، طبعا من خلال التوضيبات او من خلال اللي هو عامله في المحل واضح وباين جدا جدا انه واخده تمليك، ده حاجة مش ايجار، وعشان خاطر بيثبت العقود والقانون والصحة والحاجات دي كلها. يعني بما اني ذكر كلمة الصحة وكده وتوقيع الصحة، يبقى انا اتوقع 1000000% انه ممكن يكون يا اما مطعم او كافيه. مادام حاجة دخلت فيها الصحة يبقى حاجة اكيد دخلت اكل وشرب. لفت انتباهي ان هو قال ان الحاجة ديت هيبقى مثلا لكل الناس، يعني معقولة مثلا هيعمل يخصص يوم ولا حاجة للناس الفقراء الناس الغلابة يطلع وجبات او كده. بس وقفت برضو عند لحظة برضو لما ذكر واتكلم وقال ان لما قالك ان هو هيبقى فيه عروض، بما ان هيبقى فيه عروض، لا فدي ممكن تكون حاجة من ابو زياد. اللي هيطلع بقى اللي بيهاجم ابو زياد ويقولك جاب فلوس منين للمشروع، ده اكيد في ناس دعمته من بره من الخليج، ده اكيد حد اتبرع له، ده كل ده طبعا كلام ممنوش اي لازمه ولا هيفيد باي حاجه، غير ان الراجل انا اتمنى ليه ان ربنا يفتح له باب رزق ويسخر له الخير، لان الراجل ده عانى كتير وقاسى كتير قوي من موضوع فقدان ولاده. اللي انا شايف برضو عايزه اوجه له رساله هنا من قناتي، ويعلم صوتي هيوصل ولا مش هيوصل، يمكن اللي دي اول مره بتكلم فيها عن ابو زيد. اللي انا عايزه اوجهه له ان ولادك لو كانوا عايزينك كانوا هيدوروا عليك، هم ما بقوش صغيرين. حتة انك انت لسه رافع قضية والحضانة من حقك واسقاط الحضانة والكلام ده كله، ده شيء جميل وحاجة جميلة. بس الاهم من ده كله هو انك تشوف ان ابنك او بنتك هم اللي بيدوروا عليك. انما تفضل انت اللي تدور وانت اللي تبقى عايز وانت اللي تحب وانت اللي تخاف وانت اللي عايز تطبطب وهم مش في دماغهم، فانت كده بتعذب نفسك. بما انهم هم خلاص شافوا حياتهم مع ستهم ومع جدهم ومرتاحين معاهم، فانا من وجهة نظري بصراحة ان هم خلاص كده يعني خلاص انت المكان اللي عيالك يرتاحوا فيه انت اكيد هتبقى فرحان ومبسوط ان هم مرتاحين ومبسوطين. وبعدين خلاص هم كبروا، اذا كانت دلوقتي نيرة ولا اذا كان زياد خلاص كبروا. وزياد طبعا بما ان خلاص طلع بطاقه ابتدى ان هو يسافر بره، ابتدى يبقى معاه عربيه، طلع رخص، الكلام ده كله. نيرة خلاص برضو ما شاء الله يعني بقت عندها العدد كبير قوي في الانستجرام بتاعها، ابتدت تعمل اعلانات ودعايه والكلام ده كله. يعني هم ما بقوش صغيرين ان تخاف عليهم. وانا شايفه ان هم اكتر اتنين بصراحه المفروض ان هم لو كانوا حابينك وكانوا عايزينك كانوا قربوا منك، لا كان هيقولوا جدنا ولا ستنا. وبما ان برضو ان في خطأ ممكن يكون من عند الجد، لان بيطلع بعض ساعات بيتكلم وبيقول صلة الرحم ومش صلة، وبيتكلم عن صلة الرحم
وعن المعاملة بتاعة الأب والأم، وبيشكر طبعا معاملة ولاده ليه والكلام ده كله. بس الكلام حاجة والفعل حاجة تانية. المهم يا جماعة عشان مطولش عليكم، بالنسبة لأبو زياد هندعي له كلنا إن ربنا يوفقه ويفتح له بإذن الله باب رزق، وإن شاء الله يبقى مشروع الهنا والسعادة عليه. وده كده الطريق الصح اللي ابتدى ياخده في حاجة زي كده، يعني ابتدى يفكر في حاجة زي حاجة، دي حاجة كويسة. الحاجة التانية برضو اللي عايزة انتقل ليها هو حسن حوارات. حسن حوارات اختفى سنة، وبقت المتابعين بقت عمالة تقول ليه حسن بيتكلم من ورا الكاميرا، ليه حسن مش ظاهر في الكاميرا، ليه بس بنشوف نهال ومش بنشوف حسن. حسن اول ما ابتدى خلاص خلص التجنيد بتاعه بعد ما مرت سنة وطلع دلوقتي قدام الكاميرا، كان قاعد مرتبك وقاعد متوتر جدا، قال لك انا مش عارف اقول ايه ومش عارف اتكلم اقول ايه. المهم يعني كل اللي فهمناه منه ان عايز يقول لنا ان هو كان منع تصويره او منع ظهوره من امام الكاميرا او كده، عشان خاطر التجنيد بتاعه، والمده بتاعه التجنيد كانت لازم عدت المده على خير. رجع لنا حسن تاني واتفاجئنا كاننا شايفين حمدي قدامنا مش حسن خالص اللي قدامنا. حسن بصراحه دلوقتي انا من وجهه نظري شايفه ان هو الامل الوحيد للعيله ديت عشان يقدر يرجع القنوات تاني للقنوات بتاعتهم ومشاهداتهم. كلنا عارفين ان هي وقعت وكده. ابتدى يعمل طاقة ايجابية، ابتدى يعمل بهجة تاني في الفيديوهات، يعمل جو تاني في الفيديوهات. يمكن كانت زوجته ما كانتش قادرة تصدر الحاجة دي، كانت بتتكلم عادي خالص قدام الكاميرا، لكن حسن ليه دور تاني خالص، وليه طبعا ناس كتيرة كانت بتحبه ايام الكلام الحاجات اللي كان بيعملها هو ومحمد اخوه، المقالب اللي كانوا بيعملوها ببعضيهم. كانوا يعني جاذبين ناس كتيرة قوي عندهم، وصلت القناة بتاعتهم للملايين. لكن بعد الجواز طبعا ابتدوا ان هم يتفرقوا، كل واحد ياخد سكة. ده برضو بالنسبة لحسن وكان سبب غيابه، ودلوقتي حسن هو الأمل الوحيد للقناة عندهم. هننتقل بقى لحاجة تاني كده برضو سريعة كده، مش هاخد وقت فيها معاكم. هي أم ضني. أم ضني يا جماعة دلوقتي ابتدت تعمل فيديوهات، وابتدى تاني يبقى في خلاف بينها وبين ابنها، ورجع تاني ضن تاني يتعرض تاني لهجوم، ويتقال عليه الابن العاق، ويتقال ان ياسمين هي اللي عامله كده. ياسمين من ناحيه تطلع في لايف وتقولك وهو لو كان لاقي حنان منها كان ودها وكان راح لها. الام ما بتعرفش تقسى ابدا على اولادها. لو جيت هتكلم بجد عن الام دي طبعا حاجه كبيره قوي، يا ربنا يا رب يحفظ كل امهاتكم. انا شايفه في الموضوع دوت وفي القصه دي الست بصراحه مضاني لما بتطلع ناس كتيره قوي متعاطفه معاها، ناس كتيره قوي واقفه معاها، ناس كتير شايفه ان اللي ابنها بيعمله فيها دوت ما يرضيش ربنا، ان ما بيسالش في امه، ان مهمل في امه وما بيزورش امه، فاطلق عليه من هنا الابن العاق. حته بقى ان هو بيقولك عشان خاطر انا خايف ان بيتي يتخرب ومش يتخرب، هو مش قادر يفصل حياته ما بين زوجته وما بين امه، مش عارف يعمل كده. هو يا اما كده يا اما كده، مش عارف يخلي الاتنين يبقوا كويسين مع بعض، او هو يبقى كويس ويوفق الاتنين مع بعضهم. فده عيب منه هو، ودي مشكلة عنده هو، ان مش قادر يعمل حاجة زي كده. دلوقتي في حملة الغاء اشتراكات، دلوقتي انا شايفاها الناس بتطالبها، جماهير كتيرة قوي بتطالبها من العيلة بتاعت صوت فجاب كلهم. طب انا عايزة اعرف دلوقتي حتى لو في مشكلة بالنسبة لضني أو ياسمين، مال الباقيين؟ يعني مال صدفة، مال هدى، مال سعاد؟ يعني الناس برضو شايفين ان هم محرضين اختهم على حاجة زي كده، بيقولوا ان الحاجة فاطمة امها هي اللي محرضاها على كده ان تخلي ابنها هو العاق. انا شايفة برضو من وجهة نظري ازاي ممكن الحاجة فاطمة هتعمل حاجة زي كده، او هتستفيد ايه من حاجة زي كده؟ ما هي معاها ابن، هي هتقبل ان ابنها يعمل معاها كده، ان يقاطعها وان ما يروحلهاش؟ وصعب جدا 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 بصراحة برضو على الست ام ضني لما تشوف ابنها قاعد معاهم وفي وسطيهم وبيفطر وبيتسحر، وفيديوهات بينزلوها وبيعملها، وهي الست بتقعد. انا اتفرجت لها على فيديو لقيتها بتعمل فطار وقاعده وبتفطر لوحدها، ولما جالها التليفون واحده بتقول لها صعبت عليها تقول لها تعالي افطري معايا. يعني بص الامر وصل ليها، لان مكالمه جات لها بتقول لها تعالي اقعدي وافطري معايا، قالت لهم لا انا استعوضت ربنا وعوضي على الله. والله العظيم بجد كلام يعني يوجع القلب، كلام يخلي القلب اللي هو الحجر يلين بجد من الكلام اللي ممكن تطلع بتقوله الست ديت. عشان كده في ناس كتيرة قوي واقفة معاها، وناس كتيرة قوي يعني عايزه اقول لكم دلوقتي، يعني انا شايفه ان هم عايزين حمله اشتراك من عند ياسمين ومن عند ضني. الغوا الاشتراك، الغوا الاشتراك. كنت فيديو كنت شايفاه لايف كان عند ياسمين برضو، الناس كانت بتهاجم ياسمين هجوم شديد قوي، حرام عليكي اللي انت بتعمليه دوت، انت معاكي ابنك هيعمل فيكي اللي انت بتعمليه. فانا شايفه بصراحه يعني ان شاء الله ربنا يهدي الحال يا جماعه. بس الناس بتقول حتى لو رجع لامه تاني احنا مش هنسامحه. يعني وصل الامر ان خلاص الناس زهقت، الناس زهقت من كتر ما هو بيروح. انت بتروح تصالح امك لما احنا بنهجم عليك، واحنا بنبقى عايزين انك انت بنحاول ان احنا عشان خاطر الست دي ما تبقاش عايشه وحيده ولا قاعده لوحدها. لكن ما انت بقى انت اصلا بعدها بكام يوم بتروح تاني وبتقاطعها وما بتسالش فيها وما بتكلمهاش، فانت معنى كده انت بتصالحها عشان احنا عشان المتابعين.
فده طبعا اكبر غلط من ضني. ربنا يهديك على امك ويصلح ما بينكم ان شاء الله. خلاص يا جماعه، ده فيديو كده النهارده بسيط كنت حابه اتكلم معاكم فيه، وقلت برضو تنويع شويه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الشير والاشتراك واللايك في القناه. ما عجبكوش الفيديو الديسلايك موجود، واختلافنا في الراي لا يفسد الود قضيه. وانتظروني ان شاء الله في فيديوهات جايه كتيره في قناتي، قناه ام حور. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.